ما تقيمش نفسك بالحتة، قيم نفسك بالجملة. يعني لما تيجي تقيم نفسك، هل انت نجحت في تغيير الخصلة او العادة اللي انت مترجتها وحاططها هدف عندك انك انت تغيرها الفترة اللي جاية؟ ما تقيمش نفسك باليوم. يوم نجحت فيه فانت مبسوط وفرحان، ويوم فشلت فيه فانت محبط ومهزوم، ولكن قيم نفسك بناء على الاسبوع انت انجزت فيه وعملت فيه الحاجة اللي انت عايز تتغير فيها. انك انت تنزل الجيم مثلا، انك انت تصحى بدري، انك انت تنام بدري، انك انت مثلا تتعود تقرا، او حاجة مثلا مهارة عايز تتعلمها، او انت حاطط لها خطة كل يوم. قيم نفسك بناء على الاسبوع ده انت انجزت فيه قد ايه. 5 ايام من 7 فده زي الفل. 4 من 7 حلو. 3 من 7 ماشي. خلينا نشوف ايه اللي يحسننا الاسبوع اللي جاي، ايه اللي يخليني ابقى بغير في اسبوعي في يومي من خلال خطة واضحة. لكن ابقى بغير او بتغير بناء على تقييم يومي، ده هيبقى محبط جدا. ان احنا طول الوقت احنا بنتغير، والظروف اللي حوالينا بتتغير، ويومنا بيتغير. فبالتالي هو طول الوقت انا في بروسس، في رحلة فيها يوم ناجح ويوم فاشل. فاليوم اللي هفشل فيها اقع واحبط، واليوم اللي هنجح فيها هكمل وهبقى مبسوط وهشوف الدنيا وردي. الصح هو ان انا ابقى بقيم بالجملة، يعني الاسبوع كله على بعضه.